مساء الخير عليكم واهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت وملاكي. كل عام وحضراتكم بخير وعيد فطر مبارك اعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. اتكلمنا مع بعض في الحلقتين اللي فاتوا وقلنا كان السؤال اشتري دلوقتي ولا استنى، واتفقنا مع بعض ان احنا ممكن نستنى لاخر التلاتة لان الدنيا هتبدأ تريح ونشوف مع بعض. وفعلا زي ما شفنا ان اخر تلاتة حصل تغييرات في الاسعار، ان التوكيلات بدأت تنزل الاسعار في العربيات الزيرو. في المقابل هنلاقي ان المستعمل يعني ريح سنة بسيطة، لان طبعا الناس كانت شارية العربيات والتجار كانت جايبة العربيات بالغالي، فيبقى صعبان عليها ان هي تباعها بالرخيص. وتلاقي في نفس الوقت مطلعين اشاعات على النت ان الاسعار هترفع تاني بعد العيد ومحدش يشتري وكله يستنى، محدش يبيع كله يستنى الاسعار هترفع. الاشاعات اللي هي ماشيه في اليومين دول ان الاسعار هترفع بعد العيد. زي ما اتفقنا مع بعض ان محدش فاهم حاجه، ان السوق دلوقتي ما عادش فيه يعني كنا من زمان بنتوقع ان الاسعار هتنزل بتنزل، لكن دلوقتي ممكن نتوقع الاسعار هتنزل ترفع، وممكن نتوقع الاسعار هترفع تنزل، فمحدش فاهم حاجه. لكن زي ما احنا شايفين الاسعار عماله تنزل وتريح. اعتقد ان دوت كان الاسعار الناس مسعره العربيات كلها على سعر الدولار لما وصل لل70، لكن سعر الصرف لما نزل لل45 واتفقنا ان هو مش هيزيد عن من 45 ل47، فبدأت الاسعار تريح لحد ما توصل للقيمة السعرية بتاعتها من ال45 لل47. وفي نفس الوقت الدولار الجمركي متثبت على ال49.5. فالناس اللي كانت بتشتري عربيات بتستوردها وكانت بتجيب الدولار بالسوق السوداء ب70، فكانت بتسعر العربيات ب70. هتريح لحد ما توصل زي ما الدولار الجمركي بقيمته ال49.5، فهتريح الأسعار لحد قيمة العربيات والدولار ب49.5. يعني مبدئيا ممكن تنزل في حدود 20 أو من 15 ل20%، وده اللي احنا شفناه في الأسعار الزيرو. لكن الأسعار المستعملة ليها كلام تاني. واحنا عارفين ان هما شاريين بالغالي فصعبان عليهم يبيعوا العربيات بالرخيص. وخلال الفترة اللي فاتت الناس كانت متوقعة ان يبقى فيه سرعة في البيع او الشراء عشان خاطر الناس عايزة تشتري عربيات في العيد وتقضي بيها اجازة العيد، لكن للأسف السوق في ركود تام. ما كانش حد متوقع بالشكل دوت. اللي كان بيشتري عربية اللي هو كان مضطر ومحتاجها فعلا، لكن اللي مش محتاج عربية كان بيقولك لا استنى ونشوف بعد العيد ايه اللي هيحصل. فان شاء الله بعد العيد انا متوقع زي ما قلت لكم ان الاسعار هتريح من قيمة الدولار ل70 لحد ال47 او ال46. وفي نفس الوقت الدولار الجمركي اللي انا بستورد بيه العربيات هو لحد دلوقتي 49. لما الدولار نفسه يثبت في السوق اعتقد يعني واتمنى ذلك ان الدولار الجمركي بنفسه هينزل من 49 لحد ال46. فال3 جنيه فرق دول برضو هيفرقوا كتير في الاستيراد وهيريحوا الدنيا شوية. فزي ما قلت لكم اللي مش مستعجل يستنى برضو لاخر يعني في نص 4 هتبان كل حاجة بعد العيد لاخر 4 يعني ان شاء الله باذن الله. وعشان ما اطولش عليكم والناس تقضي اجازة سعيدة اجازة العيد، كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما مصر بخير وامان، وعيد فطر مبارك عليكم وعلينا ان شاء الله.